بيقول لك منتخب مصر ان شاء الله في 2038 هيبقى بطل العالم. منتخب مصر في 2038 هيحصل على كاس العالم، وده الرؤيه اللي وضعها الاتحاد المصري لكره القدم، ان الكره المصريه هتتطور خلال 13 سنه من دلوقتي. وده البيان اللي نزل من الاتحاد المصري لكره القدم بيوضح فيه ان خلال الفترة ديت هيتم التطوير وهيتم كل شيء، وهنروح بقى المناطق الشعبية وهنروح بقى الأندية وهنبص بقى الأندية اللي تحت وكل الكلام الجميل ده كله عشان نقدر نوصل لمنتخب مصر في 2038 المنتخب القوي، المنتخب اللي بينافس على كل البطولات. ليه؟ ليه الكلام ده من دلوقتي؟ ليه الكلام ده اتقال دلوقتي؟ ليه الكلام ده اتحط دلوقتي؟ فين احنا من 2011؟ فين احنا من 2012 فليكن؟ فانا هجني الثمار ده ليه 13 سنة؟ علشان الرؤية وعلشان كل حاجة تتحط في نصابها الصحيح وعلشان ايه الهدف؟ يعني واحد هيجي يقول لي ايه هو انت عامله منك ولا كفايه شر؟ اقول له لا، مش الموضوع ولا مني ولا كفايه شري ولا الكلام ده كله. الموضوع ان انت حاطط رقم، بناء على ايه حطيت الرقم ده؟ يعني انا مثلا لما باجي اقول 1 زائد 1 بيساوي 2، فده استنتاج، الاثنين دي استنتاج اللي هو 1 زائد 1 ادى الاثنين، صح ولا غلط؟ فانت بناء على ايه حطيت الرقم الكبير قوي ده؟ بناء على ايه يا جدعان؟ طيب ما علينا. بين الاتحاد ان احنا ان شاء الله بقى الواحد يكون لسه عايش ولا مات، يعني ربنا يا رب يعني هو الاعلم بذلك يعني، ونشوف بقى احنا لسه هنبقى عايشين ولا ميتين ولا ايه الدنيا ولا ايه الحكايه ولا ايه الروايه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا هنتكلم في الكوره. انا جاي النهارده هتكلم خلاص. في مثل كده زمان كان بيتقال من امي وامك والامهات كلها، تيجي يقول لك ايه؟ اللي ذاكر ذاكر. خلاص لما تيجي كده تذاكر قبل الامتحان بيوم ولا بيومين يقول لك اللي ذاكر ذاكر. انت جاي طول السنه تهزر وتلعب؟ طيب خلاص اللي ذاكر ذاكر يا عم. طيب انا ليه بتكلم وبقول كده؟ عشان النهارده هنتكلم عن تشكيله المنتخب المصري لكره القدم في اول ماتش ليه يوم الاثنين مع زيمبابوي. ماتش مهم جدا. المجموعه دي قويه جدا، مجموعتنا فيها انجولا، زيمبابوي، جنوب افريقيا، ومنتخب مصر. فيا جماعه المجموعه مش سهله خالص. المنتخبات اللي احنا بنلعبها مش سهله اطلاقا، عشان تكون الناس واضحه بس وتكون الناس عارفه حاجه زي كده. الناس ما تفتكرش ان احنا داخلين او البطوله في جيبنا وكل الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ويلا لا خالص، البطوله مش سهله. في منتخبات هي مرشحه. منتخب مصر انا لو برشح منتخبات انا مش هرشح منتخب مصر. ليه مش هرشح منتخب مصر؟ ما هو ده مش كده اعتباطا يعني، لا مش هرشح منتخب مصر بناء على التجارب اللي المنتخب عملها خلال الفتره الاخيره بالماتشات الوديه بي الكلام ده كله. فبناء على ذلك انا قد اكون مش هرشح منتخب مصر، ولكن اتمنى ان منتخب مصر يحصل على البطوله ديت. طبعا من 2010 احنا ما خدناش البطوله تاني. انت اكتر منتخب واخد البطولات، 7 بطولات، يعني ريكورد كويس، منها 3 ورا بعض. محدش هيعملها تاني ان حد منتخب ياخد 3 افريقيا ورا بعض. تمام، فده ريكورد كويس. اتمنى ان احنا نحافظ عليه، اتمنى ان احنا نزوده، ال7 دي تبقى 8 و9 التمنم عندنا، وزي طبعا كل الشركات بالماركتنج اللي بدات ان هي تعمله والتمنم عندنا وبتاع. لا ان شاء الله يعني اتمنى ان احنا نحصل على بطوله المره دي بقى، لان يعني في لعيبه اعتقد ان هي ممكن ما تشاركش في البطوله الجايه، اعتقد ذلك يعني. طيب هنتكلم عن التشكيل، والتشكيل النهارده انا جاي اتكلم عنه بناء على انا كعبد الرحمن نفسي او عاوز المنتخب التشكيل بتاعه يبقى ايه وليه. ولو انا وهحط نفسي مكان حسام حسن، يعني انا دلوقتي هحط نفسي يا جدعان انا مكان حسام حسن، وهنشوف التشكيل بتاعنا ممكن يحصل ايه. طيب اولا انا لو انا كعبد الرحمن بحط تشكيله المنتخب انا مش هوقف احمد الشناوي او محمد الشناوي. الحارس بتاعي يعني انا بقول اهو يا جدعان انا بتكلم عن التشكيل من وجهه نظري. ما اعرفش هل ده اللي هيبقى صح ولا غلط، بس انا بتكلم الصح بالنسبه لي، وبرضو انتوا شاركوني رايكم فيه. طيب اول حاجه انا هحط مصطفى شوبير، ده رقم 1. محمد هاني ده مفروض عليا. محمد حمدي كويس، بديله احمد فتوح، يعني محمد حمدي هلعب ب2 مساكين، حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. طيب ليه ياسر ابراهيم وليه حسام عبد المجيد؟ اولا حسام عبد المجيد طويل، ومنتخبات افريقيا الناس طوال قامه. ياسر ابراهيم عشان هو رجله في الملعب، الراجل بيلعب كتير.
لكن ككوره وكحد يطلع لي بكوره ممكن احط محمد اسماعيل عادي جدا وقاعد حسام عبد المجيد والعب جنبه ياسر الناحيه الثانيه وعادي مفيش اي مشكله. طيب تمام. طيب حسام حسن بيلعب 4-1 انا همشي بنفس فكر حسام حسن. تمام. انا اولا هلاعب مهند لاشين الواحد الواقف ده. مهند لاشين انا عايز حد فايتر، عايز حد يقدر ان هو يسلم ويستلم الكرة، مش عايز حد يزود لي. اللي هيزيد لي هيبقى من الاربعه اللي قدام، صلاح مرموش. 2 في النص بيزيدوا هيكون زيزو وامام عاشور بواجبات دفاعيه لامام عاشور، وقدامهم مصطفى محمد بواجبات دفاعيه لامام عاشور. امام عاشور الماتش اللي فات ماتش نيجيريا الراجل راجع من المستوى وعاوز يجيب، وامام عاشور بيلعب 8 و6 حلو قوي. امام عاشور بيلعب 8 و6 حلو قوي، فانت بناء على ذلك زيزو يرجع يرمي على محمد هاني او على حسب ما يبقى هناك على محمد حمدي ومرموش. فانت بناء على ذلك انت قسمت الملعب اجزاء. واحنا كمنتخب ما بنلعبش على التحولات الهجوميه، يعني احنا مش منتخب اللي هو بيبني او بيبقى عليه هجمه مثلا فهوب بتعمل باقل عدد بساط هوب تبقى في اقل التحولات الهجوميه. لا، انت منتخب بتحب تمسك كوره، بتحب تبيلد من تحت، فبناء على البيلد اللي انت هتعمله انا برشح ان مصطفى شوبير هو اللي يقف اللعيبه ديت. تمام. بالتشكيل ده الانسب. هل ده اللي هيكون موجود؟ اعتقد لا، في لعيبه مش تبقى موجوده، يعني مثلا امام عاشور ممكن ما يلعبش اول ماتش، رغم ان انا محتاج لعيب زي امام عاشور. انا ما عنديش اللعيب اللي بيعمل لي تحول في اقل عدد بساط، فلعيب سريع فسبرنتر فيقدر ان هو الدريبلر بتاعه عالي، يقدر ان هو يوصل لي للجون المنافس باقل عدد بساط. مفيش في مصر يا عم اهو لعيب غير امام عاشور هو اللي بيعمل الحته دي، هو شاطر في الحته دي. زيزو ما بيعرفش يعملها، صلاح ما بيعرفش، مروش ما بيعرفش، مهند لاشين كده كده انا عايز حد في 6 ثابت مسمار ما بيتحركش. حمدي فتحي تقيل قوي. حمدي فتحي بالمناسبه، بس حمدي فتحي هو باين جدا ان هو راجل مش فت. مروان عطيه حد هيجي يقول لي طب ما هو مروان عطيه اوكي، بس مروان عطيه مع احترامي الكامل ليه لو هنيجي جسمانيا وكلاعب فايتر في نص الملعب لا انا يعني مهند لاشين اليو ديانج اللعيبه اللي في الاهلي اللي هي بتفايت على الكوره واللي هي بتموت نفسها، الراجل اللي بيعمل تاكلينج، الراجل اللي ما بيخافش ال ده تشكيل من وجهه نظري. قول لي انت التشكيل المتوقعه ايه من وجهه نظرك برضه، انت فاهمني؟ المنتخب الماتش ده هيبقى صعب قوي. اول ماتش دايما كده في اي يعني اول ماتش في اي بطوله مجمعه بيبقى صعب. صعب ليه؟ لان انت جاي تفرض نفسك وتفرض سيطرتك وتفرض ان انت المنتخب و ممكن الموضوع يعني يختلف معاك وتتعادل او تتغلب عادي جدا. فيا جماعه ما تستهونوش بالبطوله. البطوله دي مهمه جدا، البطوله دي اتمنى منتخب مصر ياخدها، ولكن المؤشرات بتقول لا، احنا ممكن ما ناخدهاش وممكن نتكعبل في منتخب كبير. حظك ان انت لو قدرت ان انت تلعب على التعادلات بقى وان انت توصل مثلا في النوك اوت او ان انت خروج المغلوب بقى، ان انت تقدر ان انت بقى تتماشى وتلعب ضربات جزاء وبختك يا وخيل زي ما حصلت في 17 وحصلت في 21. تمام. خلاف ذلك لا، الموضوع هيبقى صعب وصعب قوي. يعني انا يعني نيجيريا التاني بشوف عملت معانا ايه، كوت ديفوار هتعمل ايه، السنغال هتعمل ايه، الجزائر هتعمل ايه، تونس هتعمل ايه، المغرب صاحبة الارض هتعمل ايه. فالموضوع لا، الموضوع هيبقى صعب، صعب قوي يعني. دي وجهة نظري، اتمنى ان المنتخب يحصل ياخد البطولة، مش عشان خاطر حسام حسن، عشان خاطر منتخب مصر، عشان خاطر مصر، عشان خاطر احنا عايزين نفرح بس. ليس الا. تنساش تعمل لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ان شاء الله قربنا على ال1000 باذن الله، بيكم هنوصل ل1000 و10000 و100000 ومليون باذن الله. وشكرا جدا ليك، وانا بعتذر جدا جدا ليكم، وان شاء الله باذن الله البطوله تكون من نصيب المنتخب المصري لكره القدم. سلام.